ازيكم؟ ناس كتيرة شايفة البرمجة أرقام وكود، بس بالنسبة لي هي أكتر من كده بكتير. أنا النهاردة بصراحة مش ناوية أشرح حاجة، مش ناوية أعمل أي حاجة غير إن أنا النهاردة زي ما تقولوا كده جاية أحكي لكم قصة حياتي، وجاية أحكي لكم حلمي، وجاية ممكن كده أقول كلام اللي هو إيه يعني إيه أصلا البرمجة وإيه لازمتها في الحياة. خليني أبدأ معاكم كده بداية. مبدئيا كده أنا اسمي ملك وطالبة، للناس اللي ما تعرفش أنا فعلا طالبة، وعندي حلم كبير جدا في المجال البرمجة. بالنسبة لي أو بالنسبة لناس كتير البرمجة مجرد شغل أو مادة صعبة، لكن بالنسبة لي هي لغة بتخليني أعبر عن أفكاري وأحول الحاجة اللي في دماغي لحاجة حقيقية موجودة على الشاشة يعني. البرمجة علمتني الصبر، وعلمتني إن الغلط مش النهاية، وإن كل مشكلة ليها حل حتى لو أخدت وقت. أنا بحلم إن أكون مبرمجة قوية جدا أو قوية مش لازم جدا، وأتعلم أكتر وأشارك في مسابقات. أنا طبعا حاليا بشارك يعني، وأعمل حاجة أفتخر بيها يعني، ويمكن في يوم أكون سبب إن حد تاني يصدق في نفسه. الطريق مش سهل، في أيام بحس إني تعبت، بس كل مرة أفتكر ليه بدأت أصلا فبكمل. البرمجة بالنسبة لي مش بس مستقبل، لأ ده شغف ووسيلة إني أحقق حلمي خطوة بخطوة. طيب، ده كده كان كلام أنا بصراحة كنت مجهزاه وكنت بقى إيه ناوية أتكلم معاكم كده إيه بصدق. أولا أنا طالبة، دي أول حاجة. في ناس كتيرة، يعني حد كلمني وقال لي أنا كنت فاكر إن أنتي حد يعني شخصية يعني كان فاكر عشان صوتي وكده كانوا فاكرين إن أنا كبيرة. لا، أنا طالبة في إعدادي، وحلمي جدا حلمي جدا إن أنا أوصل لجامعة هارفارد إن شاء الله. حتى بص فاتحة لكم أصلا يعني بجد، لأن دي حاجة أنا فعلا بحلم بيها وفعلا بتمنى إني أكون فيها. طبعا البرمجة مش صعبة خالص، خالص على فكرة. هي والبرمجة مفيش حاجة اسمها إن البرمجة مش للجميع أو الكلام ده كله، لا 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 خالص. البرمجة على فكرة، بصوا هي ممكن تكون مش للجميع، بس مش للجميع لسبب واحد: انت لو ما عندكش شغف منها خلاص سيبها. اه، عشان اكون صريحة معاك، مبدئيا كده البرمجة عايزة حد يكون حاببها، يكون حد عايز فعلا يوصل لحاجة فيها في يوم من الأيام إن شاء الله، وإن شاء الله أنا متأكدة من ده كويس جدا. ففعلا اللي عايز إنه يدخل مجال هو بيحبه، سواء البرمجة، هيوصل. طب هيوصل إزاي يا ملك؟ عن طريق الممارسة، البراكتس، عن طريق إنه يشوف الناس بتعمل إيه. أنا واحدة من الناس اللي باحب جدًا فيديوهات، أو باحب أتفرّج أوي على الchannels أو على الفيديوهات اللي هي إيه، عارفين أنتم الفيديوهات بقى اللي هي بتدّي زي motivations، أو مش motivations بمعنى الكلمة، أقصد إن يعني عارفين الناس اللي هي بتحكي عن حياتها والطموح بتاعتها والقصص والكلام ده كلّه، أنا باحب أوي أتفرّج على الحاجات دي. فمن ضمنهم واحدة تابعتها موجودة في هارفارد. بجد البنت دي يا جماعة بجد يعني حلوة أوي، أنا بصراحة باحبها جدًا، وفعلًا، فعلًا يعني هي فعلًا بجد شخصية طموحة لدرجة غير مسبقة بصراحة، هي شخصية جميلة جدًا، وباحبها أوي. ففعلًا، فعلًا يا جماعة هو فعلًا اللي عايز يوصل لحاجة هيوصل لها. سيبك بقى من كلمة إنه ما فيش الكلام ده، أو إحنا هنا في البلد دي ما فيش حد يقدر يوصل للي عايز يوصل له، لأ على فكرة بنقدر نوصل، نقدر نوصل على فكرة عن طريق الممارسة وعن طريق الشغف، عن طريق حاجات كتيرة أوي. أنا واحدة من الناس نفسي أدخل هارفارد، ومش عايزة أقول لكم أنا حلمي فيها قد إيه، لدرجة إن في يوم من الأيام كنت قاعدة مع نفسي وفجأة هبِّت في دماغي الهبة إن أنا دلوقتي عايزة أقوم أقدّم على هارفارد. المهم كنت قاعدة بقى باتكلم مع ChatGPT وكده، عمّالة أقول له أنا عايزة دلوقتي أدخل هارفارد، قُل لي إزاي أقدّم على هارفارد، والراجل يقنع في أمي إنه والله ما ينفع، مش هينفع دلوقتي، بس أنتِ ممكن تجهّزي إنِّك تدخليها. أنا عمّالة أقول له لأ أنا عايزة بُصّوا لو وريتكم الchat بيضحّك. ف لازم يعني البرمجة مش مجرّد لغة أو كده لأ، أو لغات، لأ هي حلم على فكرة، حاجة كبيرة جدًا نقدر نوصل لها، مش صعب خالص إن إحنا نوصل لها، لأ عادي. بس الفكرة إنه لازم يكون في حد عنده شغف وعايزها بجد، عايزها. أنا البرمجة دي يا جماعة أنا عايزة أقول لكم إن أنا باتعلمها. فاكرين scratch؟ مش عارفة في حد عارفه والّا لأ؟
سكراتش، انا من ايام سكراتش اصلا وانا والله العظيم يا جماعه كنت اول حاجه عملتها على سكراتش، بص قمت رقصت، والله باحبها جدًا. أنا يعني البرمجة دي باتعلمها من وأنا باين عندي 5 سنين، لأ 5 سنين لأ بلاش أفورة، مثلًا من وأنا عندي أنا حاليًا عندي 14 سنة. صحيح نسيت أقول لكم حاجة، أنا آسفة happy new year. إحنا في 2026 يا جماعة sorry معلش الكلام خدني. أنا حابة أقول لكم كل سنة وأنتم طيبين، إن شاء الله تكون سنة سعيدة ومليئة بالأهداف والأحلام، وإن شاء الله توصلوا لأحلامكم وأهدافكم، واعملوا vision board يا جماعة بجد، والله بجد الكلام ده حلو أوي، أنا عملتها السنة اللي فاتت، ويعني في حاجات حققت منها وفي حاجات حققت منها نصها، فاهمين؟ فكانت كيوت يعني. اعملوها برضو السنة دي. فهابي نيو يير خليني أكمل كلامي. أنا البرمجة دي مثلا من وأنا عندي حوالي، اللهم صل على النبي، آه أنا مثلا أنا عندي 14 سنة دلوقتي، بس في سنة 2026 كده كده هتم 15 يعني طبيعي 15. يعني أنا بتعلمها من وأنا عندي 9 سنين أو 8 سنين حاجة زي كده، من زمان، من زمان قوي. فبجد اللي عنده حلم هيوصل. انا بقى حلمي ايه؟ طب انت يا ملك بقى احكي لنا عن حلمك وقولي لنا كده يمكن تحمسينا. اول حاجه، نفسي اكون او ادرس في جامعه هارفارد، دي اول حاجه. تاني حاجه، نفسي اكون مبرمجه كويسه، او مش يعني نفسي اكون شخص مهم، او شخص يعني يكون سبب في انه يقدر انه ينجح ناس كتير، زي دكتور كده. نفسي اكون دكتور في البرمجه عادي، ممكن اكون فيها دكتور عادي. ونفسي اسافر واعيش حياتي وكده، فاهمين بقى؟ انتوا اكيد فاهميني. فدي حاجه من احلامي. طيب تعالوا بقى نتكلم شويه عن البرمجه. من اتكلمت عن احلامي، ايه هي البرمجه اصلا؟ مبدئيا كده، البرمجه لغات، والبرمجه مش بس كمبيوتر ساينس والكلام ده، لا هي على فكره البرمجه ليها اصلا كذا سيكشن، من ضمنهم الروبوتكس، والبرمجه اللي هي الكمبيوتر ساينس، من ضمنهم حاجات كتير قوي. طب ايه هو الروبوتكس ده يا ملك؟ الروبوتكس ده اللي هو تعمل روبوتات بقى وحركات بقى وكده، تمام. فعلى فكره انا واحده من الناس اللي ما دخلتش روبوتكس، بس دخلت مجالات كتير، من ضمنهم الموبايل ابلكيشن والجيمنج ديفلوبر. وبعدها بقى بعد ما خلصت الحاجات البسيطه دي، كانت بالنسبه لي بسيطه، شويه شويه بدات ادخل ايه في اللغات. دخلت بايثون، دخلت سي بلس بلس، دخلت دي بقى مش لغات، دي حاجات بتعمل بيها ويب سايت، زي ال HTML زي ال HTML وال CSS دخلته. ما تعمقتش قوي في ال HTML وال CSS، بس خدت منهم فكرة وطبقت عليهم شوية. المهم خليني أكمل كلامي. ف حابة أقول لكم حاجة مهمة قوي، مهمة جدا جدا بالنسبة للناس اللي عايزة تتعلم برمجة. ابدأ من النهاردة، ما تستناش حد يقولك ابدأ، لا ابدأ انت. في على فكرة كذا ويب سايت قوي يقدر يعلمك لوحده، انت ممكن تتعلم زي كودي ده. كودي ده يا جماعة سهل جدا والله في الاستخدام، بس هو عايز حد. في ناس سألت ليه الجامعات زي الجامعة اللي هي في القاهرة، مش فاكرة كان اسمها ايه بصراحة، جامعة عين شمس باين، مش فاكرة، ليه بدأ بالسي بلس بلس. انا عشان عندي حد من عيلتي لسه داخل لسه في اولى جامعة في الكمبيوتر ساينس، فدخل اول ما دخلت هي بنت اخدت سي بلس بلس، سالتني السؤال عشان هي عارفه ان انا في المجال ده من زمان، قالت لي ليه بداوا معانا بسي بلس بلس؟ قلت لها في ناس كتيره قوي متوقعه ان اسهل لغه في الدنيا دي كلها البايثون، بس الحقيقه غلط. الاسهل منها سي بلس بلس. هي مش سهله على فكره، مش خليني تكون هي مش سهله، بس سهله في اي بصوا، في الكتابه سهله، ممكن شويه يكون الطول ساعات بيبقى الكود طويل، بس احنا لو احنا فهمنا الكود بنقدر نعمل الكود بسرعه جدا 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 جدا. البايثون مش دايما يعني، عشان كده انا لما جيت ابدا اعمل فيديو على اعمل قناه على اليوتيوب واعلم فيها برمجه، اللي بدات بسي بلس بلس، لاني عارفه ان دي اللغه اللي المفروض اصلا حد يبدا بيها. على فكره اللغه دي جميله جدا يا جماعه، وحلوه قوي، وسهله جدا، هي سهله قوي. فلو انتوا بس حبيتوها وفعلا عايزين تتعلموها، في مواقع كتير قوي بتعلمها. نبدا زي اولهم قلت لكم كودي،
وكود شيف. هي بصي كود شيف بس هو الفكره بتاعته ان هو مسائل عالميه، بس في منه برضو في قصدي يعني في جواه برضو حاجات ممكن تتعلم بيها لوحدك. وعلى فكره في قنوات كتيره قوي 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 على على اليوتيوب عامه بتعلم برمجه وويب سايتس وحاجات كتيره قوي كلها ببلاش، مش شرط ان انت تروح تدفع فلوس دم قلبك عشان تتعلم، عادي. زي من ضمنهم كده قناتي، ما بحبش اكلم نفسي كتير. خدنا على بعض بقى يا شباب، عادي. ف يعني والله العظيم برمجة جميلة جدًا وحلوة أوي. أنا بصراحة النهارده بما إن النهارده أول يوم في السنة وكده، بصراحة ما كانش ليّا نِفْس أصلًا. أنا طالعة وأنا عارفة إن أنا مش عايزة أشرح أي حاجة النهارده، لا functions بقى ولا كودي ولا كود شيف بقى ولا أي الكلام ده. أنا عايزة أطلع أتكلم بصراحة. أنا طالعة عشان أرغي، مش عارفة ليه، بس أنا كنت عايزة أطلع أتكلم معاكم كده واحكي لكم قصتي يعني، عشان أنا حاسة إن أنا أول ما فتحت القناة دي ما حدش عارف عني أي حاجة أصلًا. حاسة إن أنا أول ما فتحت علمتكم برمجة، فحسيت إن كان لازم يكون في فيديو تمهيدي. عشان كده قلت أطلع وأتكلم معاكم وأقول لكم حلمي وأقول لكم أنا مين وأقول لكم عندي كام سنة. لأن في شخص، والله العظيم في شخص كلمني، كان عايزني أعمل له ويب سايت، والشخص ده كان فاكر إن أنا كبيرة. قال لي أنا من صوتها وكلامها افتكرتها كبيرة، والله قال لي كده. فاستغربت اللي هو شكرا. يعني شكرا، بس لا والله. فعشان كده يا جماعة بس حبيت يعني لو حد فاكر كده فحبيت بس أصحح له المعلومة. ومش معنى كده يعني إن انتوا ما تثقوش فيا، لا والله والله العظيم أنا ما تقلقوش يعني. تمام. فأتمنى إن يكون عجبكم الفيديو، وخليني أقول لكم جملة إنه يمكن يكون فعلا الطريق